السلام عليكم ورحمة الله. اليوم ان شاء الله جيت نقدم معكم واحد البسكوي للاطفال كالخرجات اولا البحر. عندنا 125 غرام ديال الزبده، عندنا بيضه وحده، عندنا كاس سكر مع مرش. كنخلطوا العناصر مزيان حتى كيتجانسوا لينا. كنضيفوا نصف كاس ديال الزيت، نعاودوا نخلطوا مزيان. كنضيفوا كاس ديال السمسم او الزنجلان المحمر ومطحون، كيعطي فيها واحد اللوغو زوين بزاف. نخلطوا مزيان. وكنضيفوا الدقيق، كنضيفوا 380 غرام ديال الدقيق حتى كتجمع لينا العجينه ديالنا. نجمعوا العجينه ديالنا مزيان كما كتشوفوا، وما تكونش العجينه قاصحه بزاف وما تكونش مرخوفه بزاف، تكون بين وبين. وكنشكلوا كويرات نحطوهم في الصينيه ديالنا كما كتشوفوا. كنهزوا المرشم اللي بغيتو، انا عندي المرشم ديال النجمه، نتوما اي مرشم عندكم ممكن ديروه. وكنشكلوا الجيمات ديالنا، كنستفوا الحلوه في الطاوه وكندخلوها للفران اللي يكون سخون قبل على 180 درجه. كندخلوا الصينيه ديالنا، من بعد ما كطيب الصينيه كنخرجوها. بالنسبه للزين كنزينوها بالسكر كلاصي، سكر ناعم، وكتجي الحلوه زوينه. نتمنى تجربوها وتردوا عليا الخبر، تنفعكم في هذه العطله الصيفيه. استعملوها للكوتي او البحر او الخرجات ولا جميع. نتمنى الفيديو يعجبكم. الى الفيديو القادم ان شاء الله ونتلاقاو. ليتكم من راحه.